انتهت 60 يوم الهدنة ما بين ترامب وإيران والنتيجة صفر. مفيش أي حاجة طلعنا بيها غير إن كان في شوية ضربات على مضض كده، ويعني ليالي ساخنة بتطلع من القوات البحرية الأمريكية، وكمان ضربات من إيران على عدد من الدول الخليجية وعدد من السفن، وكأن مفيش حاجة اسمها هدنة. ما هو هدنة ما يبقاش الخرق بالشكل ده، لكن الموضوع كان مشتعل. طب ال60 يوم خلصوا، الهدنة انتهت، هل وصلوا الحل؟ على ايد حضرتك ما وصلوش لأي حاجة، بل لو عايز تقول فالدنيا اتعقدت اكتر، وإيران حست بقوتها اكبر واكبر، وبقت تحط شروط اعقد واعقد، والموضوع عمال يزيد. الاول بس صلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بذكرك باللايك والاشتراك ومشاركة الحلقة إن أمكن. الفضيحة بقى الجديدة إن دلوقتي في آخر اجتماع حصل من عدة ساعات ما بين ترامب وعدد من المستشارين وعدد من قادة الجيش الأمريكي، إنهم ابتدوا يناقشوا الاستخدام الجديد اللي ممكن يستخدموه بشكل مبسط، متخيل حضرتك الكلمة، للأسلحة النووية، إنه يقدروا يضربوا إيران بالسلاح النووي. طيب الموضوع ده مش موضوع هين، يعني انت لو ضربت قنبله نوويه مصغره زي ما هم عايزين يقولوا، او يعني اللي هي الاسلحه الدقيقه دي، تفجيرها يقدر يساوي انه يدمر مدينه بالكامل ويضر المدن اللي حواليها، بل والدول اللي حواليها. فاللي هو الفيلم بقى ماشي انه كان رايح عشان يوقف النووي بتاع ايران ويمنعه، راح ضرب ايران بالنووي. طب ما خلاص، يبقى فرقت ايه بقى كده؟ ده بقى عامل بالظبط زي القانون الفرنسي عن السيارات اللي بتتجاوز السرعة ويبعتوا وراها سيارات شرطة عشان توقفها، فسيارات الشرطة نفسها تتجاوز السرعة القانونية وتمشي بأسرع من سرعة السيارة المخالفة. يعني الموضوع بقى غريب، بل كمان بقى أعقد، لأن الحوثيين دلوقتي بقوا مشغلين ضربوا 5 صواريخ على واحدة من السفن اللي كانت موجودة في مضيق باب المندب، ورغم ان المعلن ان صاحب السفينة دي يمني وان السفينة دي كانت في الصيانة لعدة سنوات، الا ان لا، ده السفينة دي حسب ما اعلن الحوثيين ان السفينة دي هي سفينة تجارية سعودية، وان هم منعين اي سفن سعودية ان هي تعدي، فعشان كده طلعوا وضربوها. بس الغريبة ان كانوا الاول بضربة واحدة بيصيبوا ويخلصوا، لا دلوقتي ضربوها ب5 صواريخ باليستية. أما بقى عن آخر التطورات من داخل قطاع غزة، فالموضوع عمال يزداد عدم وضوح. ليه؟ لأن كان في اجتماع حصل من عدة ساعات هنا في القاهرة، كان برئاسة الوسيط المصري، المخابرات المصرية، اللواء عماد رشاد، وكان موجود معاه خليل الحية وجارد كوشنر. يعني بقت كده مباحثات مباشرة. استمر الاجتماع ده لمدة 1.5 ساعة، وكان يعني الآليات أو الكلام العام اللي معلن إن بيدوروا إزاي سيتم نزع سلاح المقاومة وإجبار الكيان المحتل على إن هو يوافق. يعني أنا أعتقد بصراحة كده إنهم قاعدين مع الجانب الخطأ. ليه؟ لأن المقاومة خلاص قالت إحنا ما عندناش مشكلة في النقطة دي. مشكلة جارد كوشنر إنه لازم يقعد مع نتنياهو، اقعد معاه وشوف هتعمل إيه، وأنا أتوقع إنه هيطلع من القاهرة على هناك ويقعد مع نتنياهو عشان يشوفوا ازاي هيقنعوا بيبي ان لا، انت لازم توافق على خطة ال15 بند، واللي قاله ترامب هو اللي المفروض انه يمشي، وإلا ما نعرفش بقى. ليه؟ لان موضوع وإلا دي باينة من ناحيتين، الله اعلم مين فيهم اللي هيقدر يمشي كلامه على التاني. ولكن قول لي حضرتك ده في التعليقات. آسف مش هقدر أطول على حضراتكم أكتر من كده، وكان معاكم منعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.